السلام عليكم. السي امين بن كيران، كنشكركم وكنشكر السي منير المكلف بصحه فريق مولوديه مراكش على التنقل ديالكم والعناء اللي كتقوموا باش انكم تكونوا دائما خير سند للفريق مولوديه مراكش في المقابلات ديالها. المقابله نقدر نهضر عليها ان المقابله ان شاء الله الحمد لله كونفيرمات لو ديغني ريزولتا اللي كانت مزيانه. يعني كنا ديك السيمانه استقبلنا في الملعب وكان الفريق مزيان وربحنا بنتيجه 2-0. ما كانش صدفه لان اليوم تتكونفيرما الى درنا الحصيله ديال هذه المقابلات الاخيره فهي 6 نقاط زائد يعني سجلنا 5 الاصابات وتسجل عندنا اصابه واحده، يعني زائد 4. هذه حصه ولا هذه حصيله اللي جيده جدا. والاكثر من ذلك انه اللاعبين اللي التحقوا بنا اللي هما 3 لاعبين، الاخ يوسف مفنان، ايوب التغازي وعبد الرحيم داحو، يعني اليوم راه شفتوهم كانوا توب، كانوا في الاوج ديالهم وكونفيرموا انهم يستحقوا فريق مولوديه مراكش. لاعبين بمستوى جيد الحمد لله، يعني ما كندموش على هذه الانتدابات اللي درنا مؤخرا. الانتدابات كانت على المقاس وعرفنا ان نقولوا لي بوست اللي خاصنا باش نكملوا التركيبه البشريه. مع رجوع اللاعب الجزولي اللي سجل الهدف اليوم وهدف في المقابله الماضيه، حتى هو عطى واحد لو بليس. سي هشام حمصاني اللي كان بليسي عاود زاد اليوم، يعني كان اضافه هو للفريق. يعني الحمد لله نتيجه اداء ونتيجه، وجميع الحضور كان مطمئن وكان ان يعني تيشكرونا ان الامور غادي في الطريق الصحيح. يعني يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتيكم خيرا. حنا ما جينا الا نخدموا هذا الفريق هذا، يعني خدينا واحد العهد على العتيق ديالنا. يعني الانسان هو اللي كيبقى في كلمته، خاصة وان انتم كنتم الحاضرين الندوات الصحفيه اللي درنا وكل شيء. يعني ما يمكنش الانسان انه تنزل كلمته في وسط المدينه، لانه هذه سمعه الانسان وصورته. كنشكر الاخ رشيد نجاح شكر جزيل، لانه واحد الرجل اللي ما نكذبش عليك يعني لقيته بجنبي. كنشكر السي جمال الزرادي، كنشكر الاخ موسى، كنشكر كاع الدراري. يعني الحمد لله حنا ما جينا هنا الا باش نخدموا هذا الفريق، وغنبقاو مستمرين في العمل ديالنا. يعني اللي ينتقد بواحد النقد بناء، يقول ان حيت النتيجه كتكلم على نفسها، باش نكونوا واضحين. اي مكتب مسير كيتحاسب على النتائج اللي حقق الفريق، كيلكو سوا اللي دار بالنسبه للاعبين، طلق لعاب جاب لعاب. حنا كنهضروا في رقعه الملعب، يعني في رقعه الملعب كنقولوا باللي الانسان خصو يكون في الاوج ديالو والفريق يكون متكامل، التركيبه البشريه تكون متكامله باش تحقق النتيجه اللي ترضي الجمهور ترضينا حتى حنا، وكنمشيو مطمئنين وكنمشيو مرتاحين. يعني بالنسبه للانتقالات الفريق تخلى على لاعب واحد اللي هو ايوب بن بناي، هو اللي تخلينا عليه الفريق فتح السرغيني. والحمد لله تخلينا على لاعب وجبنا 3 لاعبين. يعني كانت الامور يعني خدينا بواحد الطريوت وخدينا بواحد التفكير معمق، والحمد لله بشهاده الجميع انه الاختيار كان صائب. يعني 3 اللاعبين اللي جاوا اللي زادوا الاضافه لا هو اللاعب يوسف مفنان اللي عطى ديزاسيست وكان مزيان مؤثر في الخط الامامي. اللاعبين الاثنين، اللاعب قلب الدفاع عبد الرحيم داحو مع ايوب التغزاوي يلعبوا اليوم يعني واحد الانسجام هائل وكانوا في الاوج ديالهم. يعني ما هذا الا ان شاء الله اشارات ان الفريق غادي يستمر في النتائج الايجابيه، ولا خوف على مولوديه مراكش بوجود الرجال. شكرا سيد رئيس. بارك الله فيك. بارك الله فيك.